السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هيكون استماع للمتقدمين في اللهجة المصرية. مش هتكلم ولا كلمة إنجليزي في الفيديو ده. الفيديو ده هيكون كله باللهجة المصرية. طيب النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن قصة جميلة جدا من التراث العربي، والقصة دي بتبين فراسة العرب. طبعا هتعرفوا يعني ايه فراسة العرب في اخر الفيديو ان شاء الله، فتابع الفيديو للنهاية عشان مهارة الاستماع عندك في اللهجة المصرية ان شاء الله تزيد بعد الفيديو، وهتكتسب كلمات جديدة جدا، وهتسمع لقصة ممتعة وشيقة وبتبين لك حاجات جميلة جدا عن التراث والثقافة العربية. يلا نبدأ. قبل ما نبدأ القصة خليني أشرح لكم شوية كلمات موجودة في القصة، والكلمات دي هي كلمات مفتاحية للقصة. أول كلمة معانا هي كلمة يرث. يرث دي فعل معناها إن واحد ياخد فلوس أو ممتلكات بعد موت حد من قرايبه، وليكن مثلا أبوه أو أمه أو زوجته أو زوجها، فده الورث. لو قلنا مثلا الرجل ورث مال كتير من أبوه، يعني بعد لما مات أبوه جاله فلوس، جاله مال كتير من أبوه الميت أو المتوفى. دي كلمة يرث، ده فعل. الكلمة التانية معانا النهاردة في قصة النهاردة هي الكلمة دي، ابن حرام. يعني ايه ابن حرام؟ يعني ولد مولود من علاقة غير شرعية، يعني مولود من علاقة غير الزواج، مولود من علاقة زنا، يعني ابن زنا، ابن حرام. الكلمة الثانية معانا أو الكلمة الثالثة في قصة النهاردة هي الكلمة دي، أعور. الكلمة دي يا جماعة خليني بس أجيب لكم الكلمة كويس. الكلمة اللي معانا النهاردة هي كلمة أعور. الأعور يعني اللي فقد عين من عينيه، فقد عين واحدة بنقول عليه أعور. راجل أعور يعني راجل فقد عين، يعني راحت منه عين. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة جميلة جدا، وأظن يعني بما أنكم كلكم يعني الكلمة الأخيرة دي قاضي. دي وظيفة أو شغلانة، راجل يحكم بين الناس في المشاكل، وهو بيكون مكلف من الدولة أو من الحاكم، القاضي. طبعا كل الكلمات دي هنعرفها كويس جدا، والكلمات دي أنا متأكد إنها هتدخل في دماغكم بعد سماع القصة دي. القصة بتاعت النهاردة اسمها فراسة العرب. في يوم من الأيام كان في 3 من الأولاد كانوا لأب عجوز، وفي يوم من الأيام حضر الراجل العجوز ده الموت. حضر الراجل العجوز ده الموت. عايزكم تشوفوا الصورة كويس. كان في 3 من الأبناء حوالين أبوهم العجوز، وحضر العجوز ده الوفاة، لكن قبل ما يموت قال جملة غريبة جدا لأولاده. قال: يا ولادي اسمعوا كويس. بس خلي بالكم أولاده كلهم اسمهم محمد، يعني أولاد الراجل ده كلهم اسمهم محمد. الراجل العجوز لما حضروا الموت قال الجملة دي، قال: محمد يرث، ومحمد يرث، ومحمد لا يرث،
وبعد كده الراجل ده مات، مات، توفاه الله. طيب، بعد لما الأولاد سمعوا الجملة الغريبة دي، محمد يرث ومحمد يرث ومحمد لا يرث، طيب أنهي محمد؟ أنهي محمد اللي هو مش هيرث؟ اتحير الأولاد جامد جدا من الجملة اللي قالها أبوهم في وفاته، وبالتالي هم راحوا يسألوا الناس عايزين نحل المشكلة العويصة دي اللي حطينا فيها أبونا لما مات. الناس دلوهم على قاضي، الناس دلوهم على قاضي مشهور جدا موجود في مدينة بعيدة عن المدينة اللي عايشين فيها. القاضي ده ذكي، وإن شاء الله هيعرف يحل لهم المشكلة اللي هم وقعوا فيها. طبعا الثلاث إخوات اتفقوا إن هم هيسافروا للقاضي ده عشان يحلوا المشكلة بتاعت محمد يارس ومحمد يارس ومحمد لا يارس. طبعا عايزين يعرفوا أي محمد اللي هو لا يارس. الأولاد كلهم جهزوا وسافروا في الصحراء عشان يروحوا للقاضي ده. وهم في طريقهم في الصحراء قابلوا راجل بدوي، قابلوا راجل أعرابي كان بيسألهم: يا جماعة، انتوا شفتوا الجمل بتاعي؟ أنا الجمل بتاعي تاه مني، أنا ضيعت الجمل يا جماعة، شفتوا الجمل؟ راح الولد الكبير قال: الجمل بتاعك أعور، الجمل بتاعك أعور. أنا عايزكم تشوفوا الصورة. الجمل بتاعك أعور. الراجل قال لهم: الجمل، أيوة الجمل بتاعي أعور. الولد الأوسط اللي هو في النص قال له: الجمل بتاعك ديله مقطوع. الراجل قال له: أيوة الجمل بتاعي ديله مقطوع. محمد الصغير اللي هو أصغر محمد قال له: الجمل بتاعك رجله مكسورة، الجمل بتاعك رجله مكسورة. الراجل قال له: أيوة. انتوا عرفتوا ازاي كل الحاجات دي؟ انتوا اللي سرقتوا الجمل، انتوا اللي سرقتوا الجمل بتاعي. قالوا له: اهدى بس شوية، احنا ما سرقناش الجمل بتاعك، بس احنا شفنا شوية حاجات عرفتنا الحاجات دي اللي في الجمل بتاعك. محمد الكبير قال له: الجمل بتاعك أعور لأنه لما كان بياكل في الأرض ما كانش بياكل بشكل منتظم، ما كانش بياكل زي الجمال لما بتاكل، كان بياكل في حتة ويمشي بعيد قوي وياكل في الحتة التانية، فده دليل ان الجمل بتاعك اعور. محمد الاوسط قال له: ديل الجمل بتاعك مقطوع بسبب ان انا شفت البعر بتاع الجمل بتاع. طيب، انا عارف ان الكلمة دي كلمة مضحكة، بعر. لو اي حد بيسمعني في الفيديو ده عرف معنى كلمة بعر يا ريت يكتبها في التعليقات من تحت. انا عرفت ان الجمل بتاعك ديله مقطوع لان البعر بتاع الجمل مش زي الجمال اللي هي ديلها مش مقطوع. يعني راجل عربي اكيد هيعرف كل حاجة عن الجمل. ومحمد الاخير او محمد الاصغر قال له: والجمل بتاعك رجله مكسورة لان انا شايف ده من اثار الرجل، اثار الرجل الجمل على الصحراء. انا شايف ان في اثر من اثار الرجل، الاثر مش غارز في الارض كويس، فده دليل ان الجمل بتاعك رجله مكسورة.
الراجل البدوي قال لهم أنا متأسف جدا يا جماعة إن أنا اتهمتكم إنكم سرقتوا الجمل. والراجل مشى، والإخوة الثلاثة كملوا طريقهم للقاضي أو للقاضي. وبعد لما وصلوا للقاضي، القاضي قال لهم أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، ازاي اقدر اساعدكم؟ الثلاث اخوة قالوا له على المشكلة على المشكلة بتاعتهم. قال لهم طيب خلاص ما تقلقوش، انتوا النهاردة تقعدوا عندي، ان شاء الله تتغدوا وتتعشوا، وان شاء الله هنحل لكم المشكلة بتاعتكم بتاعت محمد يرس، ومحمد يرس ومحمد لا يرس. طيب الإخوة قالوا طيب إن شاء الله ما فيش مشكلة، إحنا ننتظر ونعرف حل المشكلة بعدين. طبعا القاضي قال للخادم بتاعه حضر الغدا للضيوف، حضر الغدا للضيوف. القاضي قدم للضيوف كل اللحم، وقدم لهم عيش، وقدم لهم كل حاجة. فالضيوف كانوا بياكلوا. القاضي قال للخادم بتاعه أنا عايزك تسمعهم كويس وتخلي بالك منهم وهم بيتكلموا. أنا عايزك تسمعهم كويس وتخلي بالك كويس منهم وهم بيتكلموا. الخادم قال له طيب مفيش مشكلة، أنا هسمعهم كويس وأشوف بيتكلموا على إيه. التلات إخوة لما كانوا بياكلوا، واحد منهم قال اللحم ده لحم كلاب، اللحم اللي قدمه لنا القاضي ده لحم كلاب مش لحم بقر، لحم كلاب. انا عايز اوريكم صورة برضو عشان تعرفوا الموضوع ده. اللحم اللي قدمه لنا القاضي ده لحم كلاب، لحم كلاب مش لحم بقر. محمد التاني قال والست اللي خبزت العيش دي، ها، ست حامل. الست اللي خبزت العيش ست حامل. الست، انا عايز اوريكم صورة برضو، انا عايزكم تبقوا معايا في المشهد. الست اللي خبزت العيش ست حامل، حامل. ومحمد الثالث قال القاضي ده ابن حرام. القاضي ده ابن حرام، القاضي ده ابن حرام. الخادم راح بلغ القاضي بكل اللي سمعه من الإخوة الثلاثة لما كانوا بيتغدوا. اليوم اللي بعديه جه، اليوم اللي بعديه، والإخوة كانوا منتظرين يعرفوا حل المشكلة بتاعتهم. القاضي قال لهم أنا هحل لكم المشكلة، بس أول حاجة أنا عايز أعرف أنت يا محمد الأول، أنت قلت إن اللحم ده لحم كلاب، أنت عرفت إزاي؟ عرفت إزاي إن اللحم ده لحم كلاب؟ محمد قال له طبعا ده لحم كلاب، لأن أنا عارف إن اللحم، لحم الكلاب معروف كمية اللحم وكمية الدهون دي لحم كلاب، وأكيد لحم البقر مش موجود فيها كمية اللحم ده. لحم البقر ليه خواص معينة، كمية الدهون معينة، وليه كمية دهون للحم، لعضلات معينة. قال له طيب ماشي، أسأل محمد التاني إزاي يا محمد التاني عرفت إن العيش ده خبزته واحدة حامل؟ محمد قال لأن رغيف العيش، رغيف العيش، أنا عايزكم تشوفوا صورة لرغيف العيش يا جماعة. ده رغيف العيش، رغيف العيش مش مدور، في حتة هنا مش مدورة، حتة مش مدورة، وده يعني ان اللي خبزت العيش دي واحدة حامل. طبعا هي بتعمل العيش كده، البطن بتاعها وهي حامل كان في جزء كده مش
مش دائري. قال له طيب تمام، وانت بقى يا محمد عرفت ان انا ابن حرام؟ قال له ايوه انت ابن حرام. قال له طيب يا جماعه، قال لهم طيب يا جماعه، انا هحل لكم المشكله اللي انتوا جيتوا علشانها وسافرتوا من اخر الدنيا عشان تعرفوها. محمد اللي قال ان اللحم ده لحم كلاب ده محمد يارس، ومحمد اللي قال ان الخبز العيش ده واحده حامل ده يارس. لكن محمد اللي قال ان القاضي اللي هو انا ابن حرام هو لا يرث. اقول لكم ليه بقى؟ لان ما يعرفش ابن الحرام غير ابن حرام زيه. وخلصت الحكاية هنا. ولو فهمت القصة يا ريت تكتب لي ملخص القصة في التعليقات، ولو ما فهمتش القصة ما فيش مشكلة، ممكن تشوف الفيديو مرة تاني. والسلام عليكم.